مرحبا بكم الناس الكل في الفيديو هذه باش نحكيو على آخر أخبار اللي تهم الترجي الرياضي التونسي، حيث يواصل الفريق تحضيراته واستعداد للمواعيد القادمة. ونذكركم اللي الترجي باش يواجه يوم 18 أكتوبر فريق راح يمور بوركيني. الفريق من المنتظر أنه يبرمج مباراة ودية الأيام القادمة باش يحافظ على ريتم المباريات ويحافظ على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين. آخر حصة تدريبية كانت شهدت عودة أغلب اللاعبين إلى التدريبات على غرار محمد وائل الدربيلي ولويس بوزيين للتدرب مع المجموعة. في المقابل يواصل محمد أمين بن حميدة التدريبات على انفراد في انتظار أنه يلتحق بالمجموعة. لاعب الياس بوزيين العودة متاعه نتصور اللي باش تعاون برشا الفريق، خاصة بعد إصابة محمد بن علي. ومع غياب كايتا على مباريات البطولة بسبب قانون الأجانب، نتصور اللي العودة متاع بوزيين باش تكون في وقتها. وشفنا الحقيقة للاعب هذا يمتلك إمكانيات محترمة خاصة من الناحية الهجومية، وعنده توزيعات ممتازة. لذا الراء أنه قيد باش ياخذ فرصته، خاصة اللي جمهور الترجي مش فاهم إلى حد الآن القرار استبعاد اللاعب هذا، هل هو قرار فني للمدرب ماهر الكنزاري أو هو قرار إداري. في المقابل نشوفوا إصرار على اللاعب ديما براءة بوشنيبة اللي الحقيقة شفنا في كل مباراة محدودية إمكانياته، ما ينجمش يعوض اللاعب محمد بن علي. الموضوع الثاني نحب نحكي فيه زيادة هو العرض الرسمي اللي كان تقدم به فريق روبن كازان الروسي لانتداب اونوتشي اوغبيلو. عرض بقيمة 1.5 مليون دولار، أي ما يقارب 4.5 مليارات توانسة. نذكروا اللي اللاعب النيجيري اوغبيلو يبلغ من العمر 22 سنة. جاء للترجي الرياضي التونسي في صيف 2023. كان صحح عقد يمتد 3 مواسم، مرتب الشهري متاعه حوالي 20 ألف دولار. إدارة الترجي كانت عرضت عليه تمديد 2 مواسم أخرين، لكن اللاعب طلب مرتب شهري ما يقارب 50 ألف دولار. إلى حد الآن مازال الاتفاق معاه ما تمش. نتصور أنه كان الترجي ما يشرف توصل للاتفاق تبيعه خير. لاعب الحقيقة هو فنيا ممتاز وذكي تكتيكيا. نشوف أنه من أحسن اللاعبين تو في الترجي الرياضي التونسي. في كل مباراة نشوف حضور بدني الحقيقة كبير وتمريرات ممتازة. دونك إن شاء الله الترجي والإدارة تتوصل اتفاق مع اللاعب هذا في أقرب وقت. وكان ما يتمش هذا نراه من الأجدر أنها تبيع اللاعب في الميركاتو الشتوي وتدخل منه فلوس. دونك هذا أهم الأخبار اللي تهم الترجي الرياضي التونسي. إن شاء الله تكون عجبتكم الفيديو. ما تنساوش باش تعملوا اشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد.